السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ فوز المستوى اللقب النهارده وعودة ايدج وجيوس على وضع حرفيا بيعمل جمدان النهارده، وبوبي لاشلي داخل على عظمة هيعمل فريق جامد جدا. كل ده في الفيديو. بس قبل ما نبدأ شكرا بجد على تعليقاتكم الحلوة دي، شكرا بجد ليكم، شكرا على 580 مشترك، رقم انا مكنتش متخيل ان انا هوصل له بالفترة دي. شكرا بجد ليكم جدا. واللي مش مشترك في القناة اشترك ودوس اللايك وفعل زر الجرس كل دي يجيلك. ويلا بينا على عرض سماك داون. صوت العرض بمرونة سيئة، فمش هنتكلم عنها ونخش في الموضوع على طول. سانسو سكوار واقف مع المذيعة وبيتكلم، والمذيعة بتقول له انت ايه شعورك وانت هتلعب مع اوستن سيري؟ مش عارف ايه الاسئلة التافهة والغباء بتاعتهم دي. فلسه بيتكلم يعني لسه هيعبر عن نفسه، قام سيري داخل ضربه وهبد البتاع على رجله وكان شكله هيجيب له اصابة. كل ده عشان ميلعبش معاه النهارده. وبعد كده خدوه عشان يشوفوا رجله مالها ويعالجوه. ونيجي بعد كده لمباراة ايجي ستايلز ضد كارين كروس. مباراة انا كنت متوقع انها هتبقى اي كلام الصراحة، لكن المباراة كانت جامدة جدا بسبب ايجي ستايلز وادائه فقط. ايجي ستايلز كان في حتة تانية يا جماعة، والله الراجل ده مظلوم اقسم بالله. وفي الاخر طبعا فاز ايجي ستايلز، وكانت مباراة جامدة جدا وتاخد 7/10. وبعد كده نلاقي ايجي بيرجع، المفروض ان هو هيرجع الاسبوع الجاي في سماك داون عشان يحتفل بمرور 25 سنة له في الشركة. بس هو رجع الاسبوع ده وهيرجع تاني الاسبوع الجاي، بس عشان تبقوا فاهمين يعني. دخل على الحلبة وقال انه انه عارف ان ما كانش المفروض يجي النهارده، المفروض انه يجي الاسبوع اللي جاي في تورنتو بلده. وقال ان هو جه قبلها باسبوع عشان عايز يحدد مباراة يلعبها الاسبوع الجاي في الاحتفال، يوم الاحتفال بتاعه. وقال انا عايز العب مباراة مع واحد ما لعبتش معاه تماما، والحد ده هيكون شيماس. وقال انا ليا ذكريات مع شيماس محدش فيكم يعرفها تماما ولا يعرف عنها اي حاجة، وشيماس هو السبب اللي خلاني واقف قدامكم دلوقتي، هو اللي حمسني وخلاني دفعني اني ارجع تاني بعد 9 سنين ما بلعبش بسبب الاصابه اللي جاتلي في الرقبه. وشيماس قال له انه عامل برنامج تحديات وعايز يعمل حاجه مختلفه ما عملهاش قبل كده، وفعلا عمل تحدي هو وايدج. وايدج قال له احنا نجيب عجل جبلي ونزوم على الجبال وفي الغابات وكلام من ده. ايدج قال انا فكرت هيقع بس انا اللي وقعت. وقعد يتكلم شويه وقال ان شيماس هو اللي خلاه يرجع، وهو كان اكبر دافع عليه انه يرجع. وبعد كده قعد يرحب في شيماس ويقدمه عشان شيماس يخش بعد كده ويسلم عليه ويقول له انا لسه معايا صور من الرحله دي لغايه دلوقتي شايلها ومحدش يعرف عنها حاجه. قام عارضها وفضح ايدج، وايدج قال له انت فضحتني، طب خد الصور دي. صور شيماس وهو قاعد راكب عجلة بنت ايدج. يعني مش عارف بيفضحوا بعض مش عارف ليه، وقعدوا يمدحوا لبعض ويفتكروا ذكريات ليهم مع بعض. وشيماس في الاخر وافق على المباراه وسلموا على بعض وايدج حياة الجماهير واتكل على الله ومشي. وخلصت الفقرة الحلوة اوي دي على كده. الصراحة فقرة كانت جميلة جدا وممتعة الصراحة، تاخد 8/10. وبعد كده نيجي المباراة مع يعني لسبب لا يعلمه الا الله بين ال نايت وتوب دولار. مباراة مش فاهم ايه، مفيش اكتر من كده والله ما عطيت اكتر من كده. مباراة كملتش دقيقة ونص، يعني مش فاهم ايه ده الصراحة. دقيقة ونص ايه ده مش فاهم انا، مش عارف انا ايه ده الصراحة. وكان فاز في الاخر ال نايت. طب ما ايه ده يا جدعان، انتوا بتدوا دفعة على اساس ايه؟ مش فاهم ايه ده يعني، ده مش عارف الصراحة ايه ده. لو حد يعرف ايه اللي انا شفته ده يكتب في التعليقات. مباراة ما تاخدش حاجة اساسا، انا اللي هديهم على قفاهم كلهم، انا ما تاخدش حاجة للامانة يعني. وبعد كده بوبي لاشلي والسي بروفيتس قاعدين في الكواليس لابسين بدل، انا مش فاهم الصراحة ايه ده، مش فاهم انا. ده لو هم اصحاب الشركة، لو اصحاب الشركة مش هيلبسوا البدل دي اقسم بالله، انا مش فاهم ايه ده الصراحة يعني. المهم بوبي لاشلي قال احنا بنحتفل بالتحالف ده وبنحتفل بالمستقبل اللي هو ليهم. وقال لستيف بروفيتس انا شايف فيكم موهبة بس متمش استغلالها كويس، وقال لهم ان سماك داون مستعد عشان يديروا ناس جديدة وجامدة زينا. طب ما تفهمنا هتعمل ايه؟ طيب فهمنا. وبيقولوا ما ياخدوا القاب وكلام طيب ما نشوفه، طب ما نشوف. هي فقرة متوسطة تاخد 6/10 عشان هما موضحوش حاجات كتير فيها. المهم يلا بينا على اللي بعده. داخل سانسوس كوبار عشان يلعب مع اوستن سيري، ورجله طبعا متدمرة من ساعة ما سيري ضربوا عليها. اما ايه اللي حصل بقى يا باشا؟ سيري دخل وضربه على رجله. انت لسه فيك العاده الوسخه دي؟ حرفيا انت لسه فيك العادة دي؟ انا مش فاهم الصراحة. المهم طبعا سانسوس كوبار ما كانش قادر يكمل الماتش، مش قادر يقف على رجله تماما اساسا. فاتفقوا ان ري ميستيريو هو اللي هيلعب ضد اوستن سيري. اللي هو ايه ده بقى؟ انا مش فاهم، هي زريبه ولا انا مش فاهم الصراحه يعني ايه يعني.
يعني ايه فهموني؟ يعني ايه؟ انا عايز افهم كمتفرج دلوقتي يعني ايه واحد كسب في تصفيات عشان يلعب معاه، اتصاب مرة تتأجل، يعني ايه واحد تاني يخش مكانه؟ مش فاهم الصراحة ايه ده، يا كوسة يا جدعان ولا ايه؟ المهم دخل ري ميستيريو ولعبوا مباراة ما طولتش. ري ميستيريو حرفيا كان مسيطر على اخر المباراة، كان نافخ فيها اوستن سيري من الاخر. وفي الاخر سبحان الله ري ميستيريو يفوز على اوستن سيري. وانت كنت فين؟ كنت فين؟ شفتهم بعينيا، شفتهم بعينيا وما لحقتش اعمل حاجه قلباني، سامعني قلبي. طب انا مش هتكلم واتكلموا انت يا جماعه، عشان انا بجد انا والله في اللي انا شفته ده انا ما كنتش قادر. يعني ايه بقى اللي انا شفته ده بقى؟ فهموني يعني ايه بقى؟ انا عايز افهم يعني ايه. يعني مثلا انا مش بقلل من ري ميستيريو بقى، مش اقلل منه، بس هل انتوا شايفين ري ميستيريو اقوى من جون سينا مثلا اللي خسر منه في راس المنيا مش في سماك داون؟ هل هو اقوى من ايدج مثلا؟ ايدج لعب معاه برضو. انا فاهم ان ري ميستيريو جامد، بس لا برضو الناس التانية دي اجمد ولها شعبيه اكبر. انا مش فاهم الصراحه هم عملوا كده ليه. فوز غريب جدا جدا جدا، لان سيدي لعب مع ناس جامده كتير وخسروا. ليه ري ميستيريو يفوز؟ الصراحه حاجه غريبه جدا للامانه يعني. ماشي انا حاسس ان ري ميستيريو ماسك على الشركه دي، مسك عليها كمبيالات، مسك عليها شيكات. هنلاقي منه ولا من ابنه؟ انا مش فاهم الصراحه. المهم انا طولت معلش في الحته دي عشان الحته دي غزتني جامد جدا الصراحه. يلا بينا على اللي بعده. دخلت رومان رينز دخل يا جدعان والله العظيم قعد بتاع ربع ساعة في الدخلة بس كده، وفضل دخل الحلبة وقعد يقف شوية دقيقتين تلاتة ساكت. طب ايه يا عم؟ والله يا عم ورانا مواعيد، حرام، يلا عايزين نناموا. المهم دخل الحلبة وقال لبول هيمان فين جيمي؟ بول هيمان قال له انا مشفتوش، انا كلمته الصبح وكان زعلان مني جامد جدا. وبعدها على طول جيمي ظهر، وبعدها جيمي طلع ورا الحلبة وطلع، ورومان رينز قال له انت عملت لي معروف جامد جدا، اطلب اي حاجة انت عايزها، عربية، طيارة، يخت. يا رومان هنشتغل بعض يا رومان، انت اللي معاك فلوس تجيب الحاجات دي، مش هتلعب مصارعة يا رومان، ما تصحصح معانا. المهم جيمي قال له انا عملت اللي عملته سامر اسلام مش عشانك انت. رومان رينز قال له خلاص انت مش عايز حاجة مادية؟ طب عايز نفوذ؟ عايز تبقى ليك منصب؟ عايز تبقى دراع اليمين؟ وفجأة دخل جي اوسو، دخل وقال لاخوه انا عايز اعرف ايه اللي انت عملته ده، عايز اسباب اللي انت عملته ده، يا اما هنسى 37 سنة فاتوا. جيمي قال له انا عملت كده علشانك، عملت كل اللي عملته ده كله علشانك انت، علشان الاوسوس ما ينتهوش، وعلشان ما تكونش زيه فاسد لما تكون زعيم القبيلة. وقال له لو عايز تضربني ضربني، انا واقف اهو. جي سكت ولف ظهره، وبعد كده جيمي مشي اتكل على الله لما لقاه هو مفيش امل فيه خالص، اتكل على الله مشي. رومان رينز قال له شفت؟ مش ده اللي انا قلتهولك؟ قلتلك ان انت انسان اناني وهتخسر الناس كلها منك، وخليت اخوك يكرهك ويغدر بيك. اعترف بيا يا جاي، اعترف بيا. جاي اوسو مديله واحد سوبر كيك حلاوه الصراحه يعني. انا بتكيف من السوبر كيك بتاع جي اوسو الصراحه. لما بعدها سولو جاي يفنش جي اوسو، برضو جي اوسو عطاله سوبر كيك، وبعديها على طول رومان رينز مديله واحد سوبر بانش نيمته على الارض، وجاي يعمل السبير، وكل ده جيمي بره مش راضي يخش يساعد اخوه. المهم جاي يعمل السبير، جي اوسو عطاله واحد سوبر كيك واداله هو سبير. جمدان اقسم بالله، جمدان والله العظيم. ايه الجمدان ده يا جي؟ انت واخد حبوب الشجاعه ولا ايه يا ابني؟ في ايه؟ مش عارف انا. المهم قعد يندى على اخوه قال له تعالى، وجيمي فرح وجاي اللي هو جاي يحضنه، جي اوسو مديله واحده سوبر كيك موتته. وجاي بص للكاميرا وقال انا بنسحب من البرود لاين وبنسحب من الدبليو دبليو اي، وسلم على الناس ودخل بين الجمهور وخلص العرض الجامد قوي ده على كده. فقرة قسما بالله جامدة جدا 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 للأمانة، جامدة جدا والله العظيم. كده جي اوسو بقى لوحده كده خلاص، بقى فيش بقى حتى الأوسوس، بقى فيش حاجة اسمها أوسوس خلاص. جي اوسو هنا أثبت بجد إن هو مش همه أي حد. كانت هتبقى حاجة وحشة جدا لو صدق الكلام اللي أخوه قاله له وحضنه في الآخر، هتبقى حاجة وحشة أوي ساذجة جدا الصراحة. أحسن حاجة إن ده اللي حصل. عرض جامد جدا بسبب الفقرات والمباريات، مع باستثناء مباراة ال نايت وتوب دولار ده انا مش معترف ان دي اساسا مباراة، انا عديتها كده اللي بقى ماشي. عرض كويس جدا وياخد 9/10. وبس يا باشا، لو عجبك الفيديو شايف القناة ودوس اللايك وفعل زر الجرس كل جديد يجيلك، وسلام.